ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده ازاي نحسن شكل الجلد او صحه الجلد. طيب اولا لازم قبل ما اقول لكم ازاي لازم نعرف الجلد ده مكون من ايه. هيفرق طبعا. هيفرق معايا لما اعرف هو مكون من ايه. هيفرق لانه التغذيه هتعتمد على هو مكون من ايه. السكين كير هيعتمد على هو مكون من ايه. طيب هو مكون من ايه كيميائيا كده؟ هو مكون من 70% ميه، 25% بروتين، و4% دهون، والباقي معادن وحاجات تانية. تمام. طيب فانا يعني من التقسيمة دي اللي انا قلتها لازم هستنتج انه المية مهمة جدا جدا جدا. لازم اشرب كمية كافية من المية علشان جلدي يكون دايما مرطب ودايما يكون في مظهر كويس. واكيد لما اجي اكل لازم اكل بروتينات بشكل كافي. تمام. تمام. وطبعا الدهون الصحية مفيدة يعني. طيب ايه تاني؟ ده بالنسبة لكيميائيا هو مكون من ايه. طيب تشريح كده هو مكون من ايه. هو مكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية بيبقى فيها خلايا كتير بس منهم خلايا الميلانوسايت. الميلانوسايت اللي هي لما بتتعرض لأشعة الشمس بتفرز صبغة الميلانين. طيب صبغة الميلانين دي مالها؟ هي دي اللي بتدي الجلد اللون الغامق، اللي هي بتسمر الجلد. تمام. فده استفيد منه ان لازم يكون عندي سان سكرين او سان بلوك عشان الصبغة دي يعني ما تتفرزش بكميات كبيرة. طيب الطبقة اللي في النص عبارة عن بروتينات، يعني هي ماتريكس كده، السوائل وده فيها بروتينات. طيب الطبقة اللي جوه خالص الداخلية عبارة عن دهون. طيب يبقى أنا محتاجة سان سكرين علشان الميلانوسايت، ومحتاجة بروتينات لأن الطبقة اللي في النص مكونة من بروتينات في الدايت بتاعي، ومحتاجة لدهون صحية في الدايت بتاعي. يبقى ده أول حاجة بالنسبة للتغذية. طيب بعد كده في حاجات، لو هنتكلم عن روتين سكين كير يعني في حاجات يومية وفي حاجات أسبوعية وفي حاجات يعني as you need، يعني لما تحتاجيها. طيب لو هنتكلم عن الحاجات اليومية، طبعا تنظيف البشرة. لازم تنضفي البشرة الصبح وبالليل. تمام. طيب هستخدم ايه؟ ابعدي عن الصابون بتاع الايد لانه بينشف جدا الجلد ومضر للجلد. اشتري اي غسول مناسب. ابسط شيء في صابونه انا كنت بحبها قوي اللي هي اسمها نابلسي، بتتباع عند العطار ولذيذه وبزيت الزيتون ورخيصه جدا. طيب بعد ما نضفت بحط تونر. التونر ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان هو بيظبط البي اتش بتاع البشره. طيب بعد ما حطيت التونر بعد كده بحط سيرم عشان يعالج البشره. اي نوع سيرم جيبيه من الصيدليه وحطيه. بعد كده بحط كريم مرطب، وبعد كده بحط كريم للعين. ال5 حاجات دول بعملهم الصبح وبالليل كل يوم. يبقى بنضف البشره، بعدين بحط التونر، بعدين بحط السيرم، بعدين بحط كريم مرطب، وبعدين بحط الكريم حول العين. الكريمات بتاعت العين هي بتشتغل على نقطتين: التجاعيد او الخطوط، والحاجة التانية الاسمرار او اللي هو السواد اللي تحت العين يعني. طيب دي حاجات يومية. طيب في حاجات اسبوعية هنقولها، وفي حاجات as you need برضو هنقولها. طيب نكمل. في حاجات بقى اسبوعيه يعني هعملها مره او مرتين في الاسبوع. هما حاجتين: السكراب. ممكن تشتري حاجه، طبعا خدي بالك في المنتجات اللي تشتريها من الصيدليه في سكراب للوش وفي سكراب للايد وفي سكراب للجسم. فاشتري سكراب او ابسط حاجه تجيبي زيت زيتون وسكر وتستخدميه كسكراب. طيب الماسك لو انت هتشتري ممكن تشتري ماسكات من الصيدلية او ممكن تعملي في البيت حاجات كتير. يعني ممكن مثلا ماسك الخميرة اللي هو معلقة خميرة فورية وشوية مية وتحطيهم على وشك. في بقى دخلي بقى يعني انتي ادخلي المطبخ واعملي مثلا زبادي وعسل
يعني الوصفات كتير، يعني ممكن عسل ودخليه في وصفات كتير، ليمون ودخليه في وصفات كتير، بياض بيض. تمام. فيعني البنات بيحبوا افتكاسات، يعني يدخلوا المطبخ يعملوا افتكاسات. طيب دي حاجات اسبوعيه، مره او مرتين في الاسبوع. طيب في حاجات بقى as you need. يعني ايه as you need؟ يعني لما تحتاجي، زي مثلا لو انت خارجه تستخدمي صن بلوك. طب لو انا مش خارجه خلاص مش هستخدم صن بلوك. تمام. فده بالنسبه لروتين العنايه بالجلد. طيب في حاجات بقى تدمر الجلد. طبعا في حاجات تدمر الجلد، هقولها لك عشان ما تعمليهاش. اول حاجه انك ما تناميش كويس. انك ما تناميش عدد ساعات كافي، ده يأثر على بشرتك. طيب ايه كمان؟ انك ما تشربيش ميه. الجفاف يأثر على بشرتك. احنا قلنا 70% من الجلد ميه، فالجفاف يأثر على بشرتك. طيب ايه كمان؟ انك ما تاكليش يعني بالانس دايت، يعني اكل متوازن فيه كل العناصر الغذائيه. يعني هو حتى ينصحك انك تاكلي من 4 ل5 ثمرات يوميا، يعني خضار او فاكهه. انه يعني لازم يومك يبقى فيه فاكهه، ولازم يبقى يومك يبقى فيه خضار، لازم يومك يبقى فيه دهون صحيه، لازم يومك يبقى فيه بروتين. فالبور دايت او البور نيتريشن تأثر على جلدك. التدخين، انك تاكلي سكر كتير. ابعدي زي ما قلتلك عن السكر وعن الدقيق والمكرونه والرز والعيش، واستبدليهم بحاجات ملونه، خضار وفاكهه. طبعا ايه كمان؟ انك ما تغسليش بشرتك قبل النوم، انك تنامي بالمكياج، انك تعملي سكراب لجلدك زيادة عن اللزوم. يعني احنا قلنا مرتين بس في الاسبوع، لا مش يعني مش كل يوم. طيب انك تنسي تحطي صن بلوك وانتي خارجة. ايه كمان؟ حاجات كتير يعني. طبعا الستريس، يعني التوتر، لازم تكوني نفسيا مرتاحة. ده يحسن قوي الجلد، هو يحسن كل حاجة يعني في الجسم، كل أجهزة الجسم بتتحسن، وكل أجهزة الجسم بتتأثر بالستريس. طيب حاجة كمان، المياه السخنة. المياه السخنة تضر الجلد قوي، فبلاش المياه السخنة، يعني خليها مياه فترة يعني. الملح الكتير في الأكل يأثر على الجلد. استخدامك فرش مكياج مش نظيفة. انك تلمسي ايدك وشك بايدك كتير، لان ممكن ايدك يكون في عليها اتربه بكتيريا بتاع. ف ما تعمليش كده. انك تعملي اللي هو يعني تدعكي جلدك جامد قوي، يعني بتغسلي وشك جامد قوي، تنشفي الفوطه فتدعكي وشك جامد قوي. لا، يعني خلي التعامل مع الجلد يكون بلطف شويه.